بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده الزمالك لعب مع اوتوهو. فرقه بصراحه الاسم بتاعها مش الطف حاجه يعني. الكونفدراليه النهارده كان الزمالك واوتوهو، والحقيقه ماتش كان صعب طبعا على الزمالك. لسه لاعب ماتش ما كملش يومين ثلاثه، وانا يعني مش شايف يعني الموضوع مش مستاهل مبررات يعني، لكنه الزمالك في ازمه حقيقيه. الزمالك ما عندوش سكواد يكمل في كذا بطوله. يعني هو اصلا ما عندوش سكواد، يعني عنده مشكله في خط الوسط كبيره جدا. النهارده كانت واضحه جدا. آه، محمد شحاته مش قادر لوحده. محمد شحاته ينفع 8 لكن 6 صعب. يدي بس ما يديش. يعني مش دونجا، مش طارق حامد، لكنه قدر الزمالك الحقيقه ان هو يمر من المباراه بشكل معقول وجيد، وفرصه كبيره جدا. طبعا هو الفريق كمان ضعيف وتوه ده، يعني فريق الحقيقه متواضع. لو كان فيه مهاجمين كويسين، لا كان في النهارده كان ممكن الماتش يخلص 3-1 عادي، 4-1، يعني يخلص زي ما انتم عايزين. ده حسام عبد المجيد عمل اسيست رائع يعني. حسام عبد المجيد غلط غلطه غريبه جدا وعمل اسيست لاوتوهو ما يضيعش، وضاع يعني. فبالتالي يعني انت عندك مشكله كبيره جدا في الزمالك. وانا رايي، وانا كنت طول الوقت الحقيقه من فتره سابقه يعني، حتى في ماتشات الدوري، انا شايف ان حسام عبد المجيد لاعب مش كويس. يعني لاعب انا مش شايفه متكامل، مش شايفه لاعب جيد. بشوف انه الكلام حوالين انه يروح الاهلي او مش يروح الاهلي، هو ما يصلحش الاهلي. هو هيبقى زيه زي الموجودين اصلا في الاهلي اللي قاعدين على الدكه. هو لو راح الاهلي هيقعد على الدكه زي العش، وهيبقى شويه هيعار. فمش هينفع الاهلي. هو كواليتي مش احسن حاجه. ونبقى نتكلم شويه كده على الاهلي ومحتاج ايه يعني. لكنه الزمالك الحقيقه عنده مشاكل كبيره. واتصور انه يعني معتمد جمال بيغسل برجل حمار بصراحه يعني. الراجل الله يكون في عونه يعني. فاتصور انه الماتش ده كان خطوه جيده للزمالك. احنا عايزين الاهلي او بيراميدز ياخد بطوله دوري الابطال الافريقيه، وعايزين كمان الزمالك او المصري ياخد كونفدراليه. يعني احنا من مصلحتنا ان الفرق المصريه تاخد البطولات الافريقيه. ده شيء جيد وشيء هيدخل مداخيل جيده للانديه المصريه، وده شيء كويس، ده شيء مفيد يعني للكره المصريه بشكل عام على فكره، مش للاهلي والزمالك بس يعني، لا للكره المصريه. لانه كل ما كانت الفرق دي قويه، وكل ما كانت الفرق دي عندها ملاءه ماليه تقدر تصرف وتقدر تقوي نفسها، الدوري هيبقى افضل، وبالتالي والفرق دي تبقى افضل، وبالتالي منتخب مصر هيبقى افضل. يعني احنا لو فاكرين 2006 و2008 و2010، ده لانه كان لعيبه الاهلي كان السكواد بتاعها قوي جدا. ده ما كانش عشان صدفه يعني. لا، كان فرقه مصر كانت احسن فرقه بتلعب كوره في افريقيا. المحترفين اللي في الفرق الثانيه كانوا اقل من السكواد بتاع مصر، واقل من جوده اللاعبين في مصر. ده جه منين؟ جه من التماسك بتاع الاهلي في وقتها، ومن القوه بتاعه الاهلي وقتها. ده قدر يمد منتخب مصر بالقوه دي، وقدرنا ناخد 3 بطولات افريقيه مهمه جدا. فبالتالي انا بشوف انه الزمالك لما يبقى قوي ده مفيد، الاهلي لما يبقى قوي ده مفيد. الماتش التاني الحقيقه برضو، وانا مش هدخل برضو في موضوع كانوا صايمين وفطروا والكلام ده، انا مش هدخل، انا مش رجل دين. يا جماعه ما تدخلوش نفسكم في حاجه انتوا يعني. يعني العباده لله، مش للبني ادمين، ومش شكل ومش رياء. انا لا هتكلم في رخصه ومش رخصه والكلام، لا لا. الانسان حر. لما يعبد ربنا هو بيعمل حاجه مفيده لنفسه. ولما يكون عنده رخصه ويستخدمها، برضه هو بيستخدم رخصه ما بينه وبين خالقه، مش بتاعتنا احنا نتكلم فيها. عيب الكلام ده، وانا شايف انه غلط يعني. يعني مش صح ان احنا نتكلم اصل كانوا صايمين ولا كانوا فاطرين. ده عيب قوي يعني، عيب قوي. ربنا رب قلوب. كل سنه وانتم طيبين في رمضان. المصري كمان قدر يتعادل، وده خطوه مهمه جدا. وانه كان الحقيقه تقدم كمان المصري، وشباب بلوزداد هو اللي تعادل مع المصري، وده شيء كويس. وده بيبشر كمان ان المصري يقدر هنا باي نتيجه ايجابيه ان شاء الله 0-0 يعني في مصر، يقدر يتخطى شباب بلوزداد، ويقدر يتاهل للدور اللي بعده. شيء مفيد جدا يعني.
والواحد مبسوط النهارده انه النتائج كانت جيده الحقيقه للفرق المصريه، ونتمنى بكره النتائج تكون جيده لمصلحه النادي الاهلي، وهتكلم على النادي الاهلي، لكنه لا، اتمنى انه يكون الاهلي كمان يقدر يحقق نتيجه ايجابيه سواء بالفوز او التعادل يعني. وشكرا لكم.